السلام عليكم ورحمة الله. المتحدث دكتور أحمد وسيدية، أخصائي أمراض باطنية من الولايات المتحدة الأمريكية. نختار نوجه رسالة للشعب الموريتاني للوقاية من هذا المرض الخبيث اللي ينقال له كورونا. هذا المرض أعاذنا الله وإياكم منه، مرض خطير جدا، وليس من رأى كمن سمع. أنا باشر مرضاه يوميا من الساعة اللي بدأت هاي الجائحة، اللي هي هذا المرض كما قريت عنه وسمعت عنه، على أنه يبدأ بذيك الحمى، يبدأ بذيك الكحة اليابسة، يبدأ بذيك وجيع الخرزة، وبعديها يجي ذاك ضيق النفس، نمتين وإعياء عام جدا اللي ملاه يعود ما تكاد أنه قد يوقف، ومرات ما تقع قد يتصرف في نفسه. وهذا نحن شفنا شباب، واللي يقول عن هذا المرض يصيب الله شوابين، لا، هذا ما هو صحيح. احنا شفنا شباب ينين نقولها، ناس في العشرينات، ناس في الثلاثينات، وكلها ما خارج اللي صح منه، يصرعوا هذا المرض إنه يعود ما تقدر يتحرك من بلو. ونحن كشعب في موريتان للأسف إمكانياتنا ضعيفة جدا ضعيفة جدا ضعيفة جدا، ولا عندنا نلعب عليه ما هو اللي ينقال له الوقاية 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 خير من العلاج. وهذا المرض أجارنا الله وإياكم منه، ما عينك في عود ولا عينك في تسمع كون على أنه انتشرت حالة واحدة في بلد وتوف، هذا كافي يدل على أن الخطر نعوذ بالله رقب نوو. معناه عن الناس يلا تقبل إجراءات الوقاية وتلتزم بيها 100%. ذوك الاجتماعات وذاك التعاجين في الكار والبيسات وذاك السلام والمصافحة والمعانقة، هذا ما له داعي نهائيا، ما له داعي نهائيا. إجراءات وقائية بسيطة جدا لكن لها تأثير كبير جدا. وكما قلت على سبيل المثال، هذه المنطقة اللي أنا فيها قبل أسبوعين أو 3 انتشرت حالة واحدة فقط، انقالت ذاك هو اللي كنا ننتظره. مجرد إن قال لك عنها انتشرت حالة واحدة، هذا لا تعتبر عن اللي جاي ورا ذاك اللا تسونامي. وهذا ما هو مبالغة، احنا هذا شاهدناه عيانا، والمستشفيات الآن مكتظة جدا جدا جدا، ولا هي قادة تسيطر على هذا المرض، ولا هي قادة تعامل مع المرضى حد كامل منها ما هو محتاج الأكسجين، والله ما هو محتاج تنفس اصطناعي. الآن مشوا شور الدار بين اللي ما عندنا له شيء، إلا يبرى واحد وهوك شور الدار. نعناه عنكم يلا ترجعوا وتلتزموا بذيك الإجراءات الوقائية، هي اللي عندكم الوحيدة. وهذا البلدان المتقدمة راعيها غالبها هذا المرض، اللي هو غالبها جدا وغالبها ومتعب منشآتها الصحية. ونحن قاعد للأسف ما نعرف، قاعد كان عندنا منشآت صحية تعود قاعد قادرة على شيء عادي، أحرق هذا المرض اللي هو. والسلام عليكم ورحمة الله.